طيب أستاذ، رح ريحك من الإحراج ورح أقدم استقالتي. يعني أنا بتصور إنه هذا أفضل حل إلك وإلنا. طمنيني شو صار معك؟ تقلعت. لا تزعلي. مبروك يا ابو هاني، مبروك. الحلوانه لي ها. شو؟ طمني يا ابو عمار. لك قدمت استقالتها والمدير قبلها الاستقاله. يا ما انت كريم يا رب. ابو عمر، انا نادر اني صلغت بهالمناسبه، بس اسمع الخبريه بدي صلغت. لك صلغت، اليوم بحق لك تفرح. لك صلغت ودبوك ورقوص. لك صلغت صلغت. الله يلحق معك يا علاء، يعني القصة والله ما كنت صدقها. يا أخي البنت خسرت وظيفتها هيك مغمضة عين، خسرت مستقبلها الوظيفي. ماني عرفان شو بدي اقول لما اشوفها. اصلا انا باي عين بدي اشوفها ماني عرفان. باليمين، بالعين اليمين، يعني انت بالنهاية مو ذنبك. ذنب مين لكان؟ يا اخي اعتبر الشغلة نحس، سوء حظ، فوضى، صدفة، يعني كيف ما سميتها ما لك يد فيها. وقلتك هي بتقتنع بهذا الكلام؟ يا اخي انت هلا الطابة بملعبك، الطابة وين؟ ملعبي. يعني صار لازم تعرف كيف تسنطر وتشوط. بس انا حاسس انه كيف ما شطها رح تجي براسها. يا حبيبي انت هلا اهم شيء بتعمله انه ما تتركها لحالها، يعني المفروض توقف جنبها على الاقل بهذا الوقت. معك حق، لازم اوقف معها، بس كيف؟ يا اخي ما صرنا ساعة بنحكي انه الكرة بملعبك، بس انت حط وشوط. ليش ما رحتي على الدوام؟ أخذت إجازة مرضية شهر. خير لك بنتي، شو بكي؟ لا الحمد لله ما فيني شيء، هن بسموها إجازة مرضية بس مو شرط الواحد يكون مرضان. طمني. بس شهر كتير لك امي، بكره بدي اخلك من قعدة البيت. إيه بدي ارتاح من الشغل وضغط الشغل، ولا ما بيطلع لي؟ بلا تقبرني بيطلع لك. اعملي اللي بريحك، انا رح اخذ الدواء. بالشفا إن شاء الله. الو نعم. الو مرحبا رانيا، انا علاء. جلجل. علاء؟ كيف عرفت الرقم؟ اذا مزعوجه فورا مسكر التليفون. لا بس كل ما هنالك اني استغربت كيف انت اخذت الرقم. رانيا انا بصراحه محرج منك كثير،
وضميري كتير عم يعذبني على اللي صار. بالنهاية انت مالك ذنب باللي صار. بترجاكي رانيا ما تجامليني، أنا السبب. يعني لو ما اجيت لعندك ولحجت 500 ليرة ما كان صار اللي صار. لا علاء لا، انت كنت عم تتصرف بحسن نية. يعني مانك زعلانة مني؟ اطلاقا. اسمحي لي اقول لك انك انت فعلا انسانة عقلانية وواعية. وانت شخص طيب، عن جد طيب. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ تفضل. ممكن وقف معك بهالمحنة؟ هذا من لطفك. انا حابب هيك يعني زورك بالبيت وجيب معي قطعة ورد صغيرة اذا ما عندك مانع. بتشرف بأي وقت. امتى بيناسبك؟ بكرة الساعة 8 منيح؟ اوكي. ممكن تعطيني عنوان البيت؟ لا طبعا، مثل ما جبت رقم التليفون بإمكانك كمان تجيب عنوان البيت. طيب ماشي ماشي ولا يهمك. رح اجي ورح اوصل ان شاء الله لو بدي لف الشام كلها. اوكي، الى اللقاء. أهلا وسهلا. يعني امتى بتتوقعي ممكن اخذ تعويضاتي؟ ايه بس قدامك المشوار طويل، على بين ما تخلصي اوراقك من هون وتبعتيهم على التأمينات الاجتماعية، يعني شي 4-5 اشهر على القليلة. الله يبشرك بالخير. انت ما تعبي هم شي رانيا، طول ما انا هون ببعث لك اياهم على التأمينات الاجتماعية فورا. الله يخلي لي اياكي، عم عزبك معي. ولا يهمك حبيبتي. قولي لي صحيح، شو اخبار زبون العوافي؟ مين قصدك؟ اصل البلا ما غيره علاء افندي. ايه منيح. المسا رح يمر لعنا مشان يعتذر. عن جد رح تستقبليه بالبيت بعد كل اللي عمله؟ ليش شو عمل؟ حرام، يعني هو الرجال كان عم يتصرف بحسن نية، بس الظروف هيك حكمت، يعني ما دخله. ما بعرف، انت ادرى بالموضوع. ما رح تضيف فيني قهوة؟ بلا تكرم عينك، احلى فنجان قهوة لاحلى موظفة مستقيلة. بعتي 2 قهوة. مساء الخير طنط. اهلين مساء النور. انا علاء زلزلي، جلجلي، رفقاتي بينادوا لي زلزلي. انا زميلة للمدام رانيا. اهلا وسهلا تشرفنا، تفضل يا ابني. للاخرية معلش حطه هون عندك برا بعدين نفوتها. يا اهلا وسهلا تفضل. ليش معذب حالك؟ لا ولو. يلا تفضل يا اهلا وسهلا. راني عم تلبس 5 دقايق تكون هون. طيب. يا اهلين وسهلين. تفضل ارتاح، تفضل اهلا وسهلا. والله يا خالي انا مقهور من كل قلبي على اللي صار مع مدام رانيا. والله ما بتستاهل. ليش شو صار معها؟ يعني معقول بعد خدمة 8 سنين بهالوظيفة يلحشوها هيك لحش مشان سبب تافه؟ ايه الله ما قال. الله بيكره الظلم يا طنط، الله بيكره الظلم. ايه طبعا. بس رانيا، عفوا مدام رانيا غلطانة بشغلة واحدة بس. شو هي؟ ما كان لازم تستقيل. باستقالتها هي ثبتت التهمة على حالها. تهمة؟ اهلا، مو حاكي لك طنط؟ لك بنتي شو التهمة اللي تهموك اياها بالشغل؟ حكيت لها؟ ما جاوبتيني، شو التهمة اللي تهموك اياها؟ ما في شيء، لا تشغلي بالك، قصة بسيطة ماما، مو هيك علاء؟ بسيطة؟ بتترك الشغل بتقولي لي بسيطة؟ خلص امي بعدين بحكي لك، ما في شيء ما في شيء. بعيد شو بدك تركني ماما؟ خاطر الميتين كثير ما بدك تروح اليوم، بدك تروحي لك ساعات ان شاء الله قبل العلاء. ولك تعال مشان الله صحي يا ماما، رح احكي مع الدكتور ان شاء الله هلا تعي. يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب. الو دكتور ان شاء الله الحقنا. تفضلي دكتور.
جماعه ما في اي شيء الحمد لله، اعطيتها ابره ولا بترتاح عليها، بس لازم تضل تحت المراقبه 48 ساعه. ايه خلوها 48 ساعه. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. يعطيك يلا العافية. سلام. شكرا. اهلين. يا رجل مو معقول، قسما بالله مو معقول. يعني كل ما بروح بعتذر لهالبنت عن مصيبه بعمل لها مصيبه اكبر. هذا قدرك، انت ما دخلك.